تخيل معايا تبقى عضو في اقوى فرقة مغامرين، فرقة الابطال، ولكن فجأة اعز اصدقائك يغدروا بيك ويطردوك من الفريق بحجة انك ضعيف، يقرروا يستبدلوك ويطردوك من الفريق بعد كل اللي انت عملته وقدمته ليهم. فيا ترى ايه هتكون ردة فعلك؟ هل هتتقبل الموضوع وتمشي من سكات، ولا هتقرر تندمهم على اليوم اللي عرفوك فيه؟ اهو ده اللي هنعرفه في حكاية النهارده، حكاية بطلنا اورون. فكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك بتاعك، والاهم انك ما تنساش انك تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بتبدأ حكايتنا جوه أحد المغارات وبنشوف مغامر وحيد عمال بيقاتل في الوحوش وبيقطعهم بكل سهولة، وده بقى هو بطلنا أورون، عضو في فرقة الأبطال واللي تعتبر واحدة من أقوى الفرق في المملكة. بيقابل في طريقه مجموعة من الغيلان، والواد وقتها بيستخدم سحر الدعم وبيعزز من قدراته الجسدية، بينطلق عليهم وبيفضل يقطع فيهم واحد ورا التاني. بتوصل مجموعة تانية منهم والواد بيعمل منهم بطاطس محمرة. بيعدي 3 دقايق وفي الوقت ده مفعول سحر الدعم بينتهي، وبنعرف إن سحر الدعم ما بيدومش غير لمدة مؤقتة، وفي حالة أورون فمدته هي 3 دقايق. الغيلان بتستمر في الظهور وبطلنا من تاني بيعزز نفسه، بيكمل تقطيع فيهم، واثناء كده بنعرف انه اساسا مش سياف وانه مستخدم لسحر الدعم. بس ايه اللي مخليه بيقاتل بالسيف؟ تعالوا نرجع يوم لورا. اثناء ما اورون بيراجع الحسابات فجأة بيدخل عليه قائد الفريق اوليفر وبيقول له انهم قرروا يستغنوا عن خدماته، يلا من النهارده خد حاجتك ويمشي من هنا. اورون بيبقى فاكره بيهزر وبيقول له انت بتقول ايه؟ انا وانت اللي عملنا الفرقه دي مع بعض قبل 8 سنين من واحنا اطفال، وانا وانت كنا بنحلم بده. اوليفر بيقول له انا اديتك فرص كتير عشانك صاحبي، بس خلاص انت بقيت عائق علينا. الباقيين هم كمان بيضحكوا عليه وبيقولوا له ما تواجه الواقع، ايه الحكايه وما فيها انك ضعيف. اوليفر بيقول له احنا ما كانش عندنا اي فكره عن مدى اهميه المعززين، لحد ما في غاره الشهر اللي فات شفنا قوه معززين الفريق الثاني اللي من الدرجه اس، وادركنا وقتها قد ايه سحرك الداعم ضعيف. اورون بيبقى مصدوم منهم وبيقول لهم انا سحر الداعم مش اقوى حاجه، بس ده لاني اساسا كنت سياف. الفريق وقتها كان محتاج لمعززين، علشان كده ضحيت وغيرت تخصصي بما اني الوحيد اللي يقدر. ابتكرت سحر خاص بيا يعوضنا عن الخبره، وبفضله قدرنا ننجو مرات عديده من الموت. اوليفر ما بيبقاش فارق له وبيقول له انهم بالفعل جابوا حد مكانه. انا اسف يا اورون بس لازم تواجه الواقع. اورون ما بيبقاش مصدق اللي بيسمعه، بقى دي جزاتي بعد كل اللي عملته؟ يبدو ان خلاص ما عادش ليا مكان هنا. بياخد بعضه وهو ماشي، البنت بتقول له صحيح انت ممكن تبقى بتعرف تستخدم السيف وسحر الدعم مع بعض، ولكن الاتنين مستواك فيهم ما يعديش الرتبه. ايه عارف اللي زيك بيسموهم ايه؟ متعدد التخصص ضعيف المهاره. هي دي حياتك يا اورون. نرجع بقى للحاضر، واورون بيبقى خلص على كل الوحوش، وبنعرف انه ابتكر اسلوب جديد بيجمع بين استخدام السيف وسحر الدعم في نفس الوقت. بيقول في نفسه كلها مسألة وقت واتقن الاسلوب ده، وقتها ما عادش حد هيقول عليا ضعيف. بيقرر يكتفي بده النهارده وهو خارج بيحفظ تقدمه في بطاقة النقابة، علشان في المرة الجاية يبدأ من آخر مكان واقف عنده. وفجأة بيلاقي مجموعة من المغامرين جايين بيجروا. اورون بيسمعهم وبيعرف انهم اتحاصروا من قطاع من الاورك وضحوا ببنته وراهم علشان يهربوا. بيبقوا حاسين بالذنب، والقائد بيقول لهم ما كانش عندنا حل تاني، طبيعي افضلكم انتوا صحابي عليها، اللي مش عاجبه يتفضل ويروح ينقذها بنفسه. اورون بيبقى سامعهم وبيفتكر كويس ايه هو شعور ان فريقك يتخلى عنك. بيتعصب عليهم وبيقول لهم انتوا مجرد مجموعه من الجبناء. واحد فيهم كرامته بتوجعه وبيهاجمه، ولكن اورون بسهوله بيفرشه على الارض. بيقول لهم عرفوني حالا سبتوا البنت تموت فين. وعلى الناحيه الثانيه البنت بتبقى اتحصرت من عدد كبير من الاورك، بتستخدم سحرها وبتكون حاجز دفاعي، ولكن كلها مساله وقت ويخترقوه. بيكسروه فعلا، ولكن في الوقت ده اورون بيوصل، بيستخدم تعويذه رياح وبيشتت حركتهم، بيستل بعدها سيفه وبينطلق عليهم بكل شجاعه، بيقوي نفسه بسحر الدعم وبيخلص على الاول. البنت بتستغرب ومش فاهمه هو سياف ولا معزز. بيعزز كمان من حده سيفه وبيقسم التاني لنصين. بيهاجموا كلهم في وقت واحد، ولكن بطلنا مش شايف قدامه، بيخلص عليهم كلهم لوحده، والبنت بتبقى مصدومه. بتعرف وقتها ان الشخص ده قوي، بتقعد في مكانها تعيط وما بتبقاش مصدقه انها لسه عايشه. وبعد شويه بيخرجوا من المغاره، والبنت بتشكره وبتعرض عليه تعزمه كالعشاء كعربون شكر ليه. بتعرفها على نفسها وبتقول له ان اسمها يبقى صوفيا كلوديل. اورون بيشبه على اسمها. بتاخده على مطعم وبيلاقي الشعر اللي على المدخل هو نفسه اللي على هدومها. بيتاكد ان صوفيا تبقى عضوه في عشيره السماء الفضيه، واحده من اكبر العشائر اللي في المملكه. بيدخلوا على المطعم وصوفيا بتتفاجئ باختها الكبيره جوه. بتتعرف على اورون وبتستغرب ايه اللي بيعمله واحد من فرقه الابطال معاها. اورون هو كمان بيتعرف عليها، واتاري كان بيشبه على اسم صوفيا من الاول. البنت دي تبقى سيلما كلوديل، قائده الفرقه واحد، اقوى فرقه في عشيره السماء الفضيه، وتبقى اقوى معززه في المملكه. وعد عندك يا صديقي، هي اللي شارت المعززين وابتكرت نظام ان كل عضو في الفريق يبقى له دور مختلف. قسمتهم لمهاجمين دورهم يخلصوا على العدو، ومدافعين يتصدوا للضربات، ومعززين يدعموا الفريق من ورا. يعني بشكل غير مباشر هي اللي خلت اورون يضطر يغير تخصصه من سياف لمعزز، وهي كمان اللي اوليفر والباقيه انبهروا بقوتها في الغاره وحسوا وقتها ان اورون ضعيف. انا لو منه هلع فيها. بتبقى فاكره انه ضحك على اختها، ولكن صوفيا بتعرفها انه انقذ حياتها. بتعتذر له على تسرعها وبتشكره من قلبها على اللي هو عمله. بيقعدوا ياكلوا، سيلما بتعرف منه انه غادر فرقه الابطال. بتستغرب ازاي يسيبوا حد بقوته ويمشي، واورون بيرفض يوضح السبب. بتقول له حس كده بقى، فانا عندي عرض ليك. العشيره بتاعتنا عامله بقى
بعثة تدريبية لتطوير الأعضاء الجدد. إيه رأيك لو تنضم لينا بصفتك مشرف وتقود واحدة من الفرق؟ البعثة هتستمر 3 أيام وهدفنا فيهم إننا نوصل للطابق ال50 في الديماس الجنوبي. أورون بيتفاجئ، 50 طابق في 3 أيام؟ أنتوا أكيد مجانين. بتقول له أنا عارفة إن الموضوع صعب، ولكن بوجودك أنت وباقي المشرفين هنقدر نختصر طرق كتير. بتمسك إيده وبتقول له إنها من زمان وهي بتحترمه ومتأكدة إنه هيفيدهم. أورون بيفرح من كلامها، ولكن بيفتكر اللي حصل له آخر مرة هو معزز وفرقته اللي اتخلت عنه. بيقرر يتعلم من أخطائه وبيقول لها موافق بس بشرط، لو شاركت فأنا هشارك معاكم كسياف مش كمعزز. سلمى بتتفاجئ من قراره ولكنها برضه بتوافق، فحتى لو بقى سياف بمجرد ما يسوء الوضع هيرجع لدوره تاني كمعزز. بتقول له يقابلها بكره في مقر النقابة وهناك يتفقوا على باقي التفاصيل. بيرجع بعدها على محل جده صديقه وبنعرف ان أورون كان دايما بيروج للمحل وهو مغامر مشهور في فرقة الأبطال. بيقول له انا اسف يا جد، من هنا ورايح ما عادش هقدر اروج للمكان بعد ما طردوني. ولكن جده ما بيبقاش فارق له وبيقول له انه سواء روج له او لا فهو هيفضل حبيبه اللي هو بيحبه. ده غير ان اكتر واحد عارف انت تعبت قد ايه واجتهدت، علشان كده وايا كان قرارك فخليك عارف ان جدك دايما هيبقى في ظهرك. وعلى الناحيه التانيه قائد عشيره السماء الفضيه بيعرف من سلمى ان أورون ساب فرقه الابطال. بيستغرب وبيقول لها دي خساره كبيره ليهم، قوه أورون وصلتهم لمستويات ما كانوش يقدروا يوصلوا لها. سلمى بتقول له اغلب المعززين اللي زي أورون مش بياخدوا دايما التقدير اللي يستحقوه. اي نعم سحره الهجوم ضعيف، ولكن سرعته في استخدام التعويذات مبهره، اسرع مني ب5 اضعاف على الاقل. ده غير سحره الاصلي وقدرته على تحليل المعركه وتقديم الدعم في الوقت والمكان المناسب. واحد بمهاراته يقدر بسهوله يبقى من الرتبه اس. بيقول لها لو قدرنا نضمه لينا فوقتها هتبقى مساله وقت ونرجع للقمه من تاني. وفي الصباح أورون بيروح يقابل قائد العشيره وبيقول له ان اسمه هو فينيس برايز. انا سمعت كتير عنك وعن انجازاتك. من غير ما نضيع وقت كتير فسلمى هتعرفك باقي تفاصيل المهمه. بتبدا تشرح له وبتقول له انهم في اليوم الاول هيصعدوا للطابق ال21، في الثاني لل36 والثالث لل51. البعثه هتبقى مكونه من 10 فرق من المبتدئين وهيبقى معاهم 5 مشرفين، دورهم انهم يراقبوا الفريق وما يتدخلوش غير لو حصل حاجه طارئه. أورون بيقول لها بس لو فعلا كنتوا عايزين تضمنوا سلامه المبتدئين كان الاحسن انكم تزودوا عدد المشرفين بحيث تضمنوا يبقى في مشرف على كل فريق. سلمى وفينس بيبصوا لبعض وبيقولوا له انهم حابين يحطوا المبتدئين تحت ضغط بحيث يتطوروا ويكتسبوا خبره. الموضوع طبعا ما بيدخلش على أورون وبيعرف ان في سبب تاني، ولكن اكيد مش هيقولوا الدخيل زيه. بيقرر يقبل بالمهمه وفينس بيقول له بالنسبه لاجرك فاحنا هندفع لك قطعتين ذهبيتين مقدما و10 قطع بعد ما تتم المهمه. أورون بيتفاجئ، ده اجر سنه كامله، ويبدو كده انهم ما بيهزروش. وفي اليوم اللي بعده أورون بيوصل على مكان اللقاء وبيقابل سلمى وصوفيا. بتاخدوا تعرفوا على باقي المشرفين وأورون بيقدم نفسه وبيقول لهم ان تخصصه يبقى مهاجم. الباقيين هم كمان بيعرفوا على نفسهم، الاول بيبقى انسيم وتخصصه مدافع، الثاني برناندو برضه مدافع، اما الثالثه كاتي وتبقى معالجه، والاخيره هي سلمى وزي ما عارفين تخصصها معززه. أورون بيستغرب من تشكيله الفريق، ازاي فريق قوي زي ده مفيش فيه مهاجمين؟ في حاجه غلط. في الوقت ده سلمى بتفتكر كلامها مع فينس وهو بيقول لها انهم ما يقدروش يضموا أورون لانه معزز زيها وهيخل بتوازن الفريق. وبنعرف يا صديقي ان المهاجم الاساسي للفريق مات قبل سنه في واحده من الغارات، ومن ساعتها هم مش عارفين يتقدموا ولا خطوه. بتبص لأورون بكل حزن وبتقول لو فعلا قدر يقوم بدور المهاجم زي ما قال فوقتها مشكله الفريق هتبقى اتحلت. بتاخدوا بقى تعرفوا على باقي المبتدئين وعلشان تقلل من توترهم بتقول لهم الشخص اللي قدامكم ده يبقى أورون دورا. ايوه زي ما سمعتوا، عضو فرقه الابطال واللي قدروا يوصلوا للطابق ال94. العيال كلها بتتحمس اول ما بيسمعوا اسم فرقه الابطال. سلمى بتقول لهم اطمنوا، مفيش حد يعرف الدماس اكتر من الراجل ده، كله تحت السيطره. أورون بيبقى هيموت من الاحراج وبيقول لها كان لازمتها ايه المبالغه دي؟ بتقول له كان لازم علشان نطمن المبتدئين، وبعدين انا ما كذبتش في حاجه، انت فعلا وصلت للطابق ال94. بتعرفوا انه هيبقى مسؤول عن الفريق رقم 10 وبتقول له ده اكتر فريق مميز عندهم. أورون بيروح يتعرف عليهم ومن ضمنهم بتبقى صوفيا. بيبقوا 3 بس وكل واحد بيبدا يعرف على نفسه. الاول بيدعى لوجان قائد الفريق وتخصصه معزز، بيبقى واد مغرور جدا بالنسبه لسنه وبيقول ان كلها مساله وقت ويعدي سلمى. الثانيه بتدعى كارولاين وتخصصها مدافعه، ما بيبقاش معاها اي درع والبنت بتقول له انها ما بتستخدمش الدروع، والنوع ده صديقي بيراوغ الهجمات بدل ما يصدها، ولكن مشكلته انه بيحتاج لخبره عاليه ومش مناسب خالص للمبتدئين. أورون بيقول لها هو ما حدش من العشيره حذرك؟ بتقول له حذروني بس انا مش عايزه الوحوش تلمسني وفي نفس الوقت عايزه اقتلهم، عشان كده اخترت التخصص ده. بتفضل تتخانق مع لوجان بسبب غرورهم وأورون وقتها بيفهم اللي خلوه مسؤول عن الفريق ده، واضح جدا ان هو ده الفريق المشاغب. وبعد شويه بيدخلوا على الدماس والعيال وقتها بتهدى، بيفضلوا يتمشوا في الطابق وفي خلال كده 2 من الذئاب بيظهروا وبيهاجموهم، ولكن أورون كان مجهز تعويذه فخ وفي ثواني بتشتغل وتخلص عليهم، محدش لحق يشوف حاجه. بالطريقه دي أورون بيأمن ظهرهم وفي نفس اللحظه ما ضيعش اي وقت في معارك ملهاش لازمه. بيكملوا طريقهم وأورون بيبقى عمال يراقب اسلوب كل واحد فيهم. لوجان وعلى الرغم من غروره ولكنه بيمتلك موهبه حقيقيه كمعزز، لو قدر يحافظ على ادائه هيقدر ينضم الفريق من الرتبه ايه بسهوله. مشكلته بس انه مش بيعرف يدي تعليمات ودي حاجه اساسيه بالنسبه للمعزز. اما كارولاين فسرعتها مبهره بالنسبه لشخص عايز يراوغ الوحوش
بدل ما يصدها، ولكن عندها مشكلتين. الاولى انها اول ما بتشوف وحش بتهجم عليه بتهور وبتنسى انها مدافعه، الثانيه انها بتستخدم خنجرين بس كسلاح وده مش كفايه مع الوحوش القويه. صوفيا بقى ممكن ما تبقاش في موهبتهم ولكن ما عندهاش عيوب كبيره زيهم بالنسبه للمبتدئه، هي اكتر شخص متوازن فيهم، بيخلص تحليله وبيتحمس للمستوى اللي الثلاثه دول هيوصلوا له في المستقبل. بيكملوا تقدم لحد ما بيوصلوا للطابق ال20 وسلمى وباقي المشرفين بيهزموا الزعيم بسهوله. بتشكرهم بعدها على مجهوداتهم النهارده وبتقول لهم يحفظوا تقدمهم في بطاقه النقابه. نتقابل بكره في نفس المكان. وبكده صديقي يكون اليوم الاول عدى بسلام. وفي اليوم اللي بعده اوروم بيتصدم بخبر طرده من فريق الابطال منشور في الجريده وكمان في الصفحه الاولى. يعني مش كفايه طردوه لا وكمان بيشوهوا سمعته. اوروم بيحزن من جواه بيقول يا ريتهم حتى كانوا استنوا لحد ما البعثه تخلص. يا ترى ايه هيكون تاثير ده على المبتدئين لما يقراوه؟ بيقرر ينسى الموضوع في الوقت الحالي وبياخد بعضه وبيتوجه على مكان البعثه. وفي الطريق واحده بتنده عليه من وراه واوروم بيتفاجئ لما بيشوفها. البنت دي بتدعى لونا، كانت معاه في فرقه الابطال وهي الوحيده اللي كانت بتعامله حلو وبتقدر قوته. في اليوم اللي اتطرد فيه ما كانتش في المقر ولو كانت موجوده ما كانتش سمحت لهم. بتقول له انها عرفت باللي حصل وبتطلب منه يرجع للفريق. بتقول له لو جيت معايا فبوعدك ان هعمل المستحيل علشان ارجعك. اوروم كان حاسس انها هتقول حاجه زي كده ولكن للاسف كلامها اجى متاخر. بيقول لها انا مقدر كلامك بس بعد اللي اتكتب عني في الجرايد فانا ما عادش ينفع ارجع. ده غير ان اصلا ما عادش عايز. لونا ما بتبقاش قرات الجرايد ومش عارفه هو يقصد ايه. بتقول له انت نسيتوا عدنا لبعض باننا هننهي الدماس الجنوبي سوا. اوروم وقتها بيتعصب وبيشد ايده. بيقول لها انا وانت واوليفر اللي قطعنا الوعد ده واوليفر هو اللي طردني من الفريق، يعني الوعد ده عمره ابدا ما يتحقق. بيعتذر منها وبياخد بعضه وبيمشي وهو مكسور. بيقول حتى انا كان نفسي افضل معاكم ولكن للاسف مفيش حاجه بتفضل على حالها. بيوصل على مكان اللقاء وبيلاقي الوضع اسوأ من المتوقع. المبتدئين كلهم بيتكلموا عنه ولوجان حاسس بخيبه امل وما عادش محترمه. سلمى هي كمان بتوصل وبتعتذر له لانها ما كانتش تعرف اللي حصل واتصرفت غلط، ولكن اوروم بيبقى هادي وبيقول لها لو اتوترتي فده كده هيأثر على المبتدئين. الغلطه غلطتي اني ما وضحتش الموضوع من الاول. عموما مفيش حاجه اتغيرت، انا هساعدكم في البعث زي ما اتفقنا. باقي المشرفين بيقولوا له حتى لو الكلام اللي 12 صح فده ما غيرش حقيقه انك وصلت للطابق ال 94. احنا كلنا هنا واثقين فيك وبنعتمد عليك. التوتر بيخف حبه واوروم بيروح يتكلم مع فريقه وبيقول لهم لو بتسالوا اذا كان الكلام اللي 12 ده حقيقي ولا كذب فللاسف اغلبه صح. انا مش البطل اللي انتم متوقعينه ولا بالقوه اللي انتم فاكرينها، بس حتى بالرغم من كده فانا عندي القوه الكافيه اللي توصلكم للطابق ال 51. بصفتي مشرف عليكم فانا بقسم ان احميكم مهما حصل. عشان كده عايزكم تثقوا فيا زي امبارح وتسمعوا كلامي. وفعلا بتبدا الغاره وحسب الخطه المفروض انهم هيتقدموا النهارده من الطابق ال 21 للطابق ال 35. بيفضلوا يتقدموا في الطوابق وصوفيا كارولاين عاملين اداء عالي من غير ما اوروم يحتاج يتدخل. بيجتازوا الطابق ال 29 وكله ماشي تمام. بيوصلوا على الطابق ال 31 وفي الوقت ده اوروم بيحس بوحوش قدامه وبيقول لهم يجهزوا نفسهم. وفعلا بتظهر مجموعه من الاورك والجوبلين وكارولاين كالعاده بتتسرع وتروح تشتبك معاهم. بيطلب من صوفيا تتكفل هي بالاورك ولسه هيقول للوجان التعليمات ويلاقي اتصرف من نفسه وعزز من قوه كارولاين. بيبقى اقتنع من جواه انه مش محتاج لتعليمات اورون وان زيه زي اي مغامر عادي. بيبص على وضع كارولاين ويلاقيها تمام، ولكن وعلى عكسها صوفيا بتبقى واقفه قدام الاورك ومش قادره تتحرك من مكانها. بيفتكر انها اتعرضت قبل كده لهجوم من الاورك وبيدرك ان ده بسبب تاثير الصدمه اللي هي اتعرضت لها. بيلاقي اورون واقف ما بيتحركش وبيقرر ان هو اللي هيساعدها بنفسه، ولكن في الوقت ده اورون بيستخدم تعويذه الطاقه على الاورك من غير ما صوفيا تاخد بالها. بيقرب منها وبيقول لها اطمني المره دي انت مش لوحدك، كارولاين ولوجان جنبك وانا كمان معاكي، اطمني وركزي مع الوحش اللي قدامك. وفعلا يا صديقي صوفيا وقتها بتفاجئهم وبتستخدم سحر ناري من النوع المتقدم، بتولع في الاورك الغلبان وبتحوله لرماد. اورون بيبقى منبهر من ادائها. لوجان بيبقى شاف كل ده وبيفهم انه عمل كده علشان يخليها تتخطى صدمتها. بتكمل الغاره وبيوصلوا اخيرا على الطابق ال 35. بيظهر لهم وقتها زعيم الطابق ولوجان والباقي اول ما بيشوفوه بيتوتروا، ولكن اورون بيطمنهم وبيديهم نفس التعليمات المعتاده. بيقول لكارولاين تستهدف ظهره وفعلا بتنجح وتعمل له اصابه قويه. بيطلب منها تشتت انتباهه اكتر وبيخلي لوجان يعزز من قوتها. بتفضل تتفادى في هجماته وفي الوقت ده صوفيا بتستخدم تعويذه رياح وتخلص عليه. هو ده العمل الجماعي ولا بلاش؟ لسه هيحتفلوا ولكن اورون بيقول لهم ان الموضوع لسه ما خلصش. بيطلب من لوجان يعزز من قوه كارولاين من تاني والواد مش فاهم ولكن بينفذ. وفعلا الوحش بيصحى من تاني وبيقيد كارولاين. البنت بتفضل تصيح واورون بيقول لها تستخدم الخناجر اللي معاها وتقطع الخيوط، ولكن الخيوط بتبقى متينه وما بتقدرش تقطعها. اورون بيطلب من صوفيا تجهز تعويذه هجوميه وتستنى لحد ما يديها الاشاره. بيبص على لوجان وبيلاقيه بيستخدم كل تعويذاته. بيقرر وقتها يتدخل وبيستخدم تعويذه بتزود من قوه السلاح، وفعلا كارولاين بتقدر تقطع الخيوط وبتحرر نفسها. بيدي الاشاره بقى لصوفيا والبنت بتشغل تعويذتها
ساعتها وتخلص عليه. بيحتفلوا هما الاتنين، واورون بيقول للوجان ان الموضوع نجح بسبب سحره الدعم. لوجان ما بيبقاش فاهم اللي حصل فجأة، ولكن بيشكروا على كلامه، وبكده يكونوا حققوا هدفهم النهارده. بيحفظوا تقدمهم في بطاقة النقابة كالعادة. وفي نهاية اليوم سلمى بتودعهم وبتقول لهم يرتاحوا كويس النهارده ويجوا بكره مستعدين بما انه هيكون اليوم الاخير. اورون لسه هيمشي، ولكن انسم وبرناند بيقولوا له انهم رايحين ياكلوا وبيعزموه على العشاء معاهم. وعلى الناحية التانية لوجان الموضوع بيبقى شغله، وبيطلب من صوفيا تحكي له كل حاجة هي تعرفها عن اورون، طريقة قتاله واسلوبه والتعويذ اللي هو بيستخدمها. بيعرف منها كمان انه كان بيستخدم سيف لما هي قابلته وكان بارع في استخدامه. بيدرك وقتها ان اورون يبقى شخص موهوب بالفطرة. وعند اورون بيقعدوا ياكلوا في نفس المطعم، وانسم وبرناند بيقولوا له انهم سمعوا انه كان معزز في فريقه، ولكنه لما قابلهم قال لهم انه مهاجم. بيسالوه عن سبب تغييره لتخصصه، واورون بيبدا يحكي لهم. بيقول لهم ان من صغره هو كان بيحلم يبقى سياف، وده لان في مره ظهر وحش ضخم في قريتهم، ووقتها جده اللي كان مغامر قدر يهزمه بسيف واحد. المشهد ده حمسه وهو طفل وخلاه عايز يبقى سياف زيه لما يكبر، وفعلا قدر تحصل على المنصب مع فرقه الابطال وبقيت سياف. ولكن سرعان ما ظهرت المشكله، وبمجرد ما بدانا نتعمق في الطوابق وتقدمنا بدا يبقى بطيء، ولاننا كنا عايزين نتقدم بسرعه فوقتها سمعنا عن المعززين. وبما اني كنت شخص متعدد المواهب وبيقدر يعمل اي حاجه، فالاختيار وقع عليا. بيقولوا له بس بسبب الحركه دي فقدرتوا توصلوا للطابق ال 94، يعني القرار كان صح. بيقول لهم لا، ده ما كانش الحل وقتها، المفروض كان كل واحد يتدرب ويزود من قوته بالتدريج. الاتنين وقتها بيستغربوا من كلامه، يزودوا قوتهم اكتر من كده. اورون وقتها بيدرك انه اتكلم زياده عن اللزوم وبيقرر يسكت. بيقول في نفسه اللي محدش يعرفه ان فريق الابطال الحالي ما عندوش اي فرصه في تجاوز الطابق ال 94. بيخلص اليوم وبيجي اليوم الثالث والاخير. اورون بيسلم على فريقه كالمعتاد وبيروح يتفقد باقي الاوضاع، وفي خلال كده بيسمع باقي المبتدئين وهم بيقولوا ان فريق الابطال الجديد هيدخل على الدماس النهارده وناويين يبداوا من الطابق ال 92. اورون بيتصدم من الكلام، بيقول دي مخاطره، المفروض يبداوا من طابق اقل علشان يختبروا تعاونهم مع العضو الجديد، مش من طابق عالي زي ده. وجوه الطابق ال 92 فرقه الابطال بتوصل، واوليفر بيقول لهم هدفنا هو انهاء دماس الجنوب العظيم. من هنا ورايح اورون الضعيف ما عادش هيعطلنا. وبنرجع ليومين من دلوقتي وبنشوفهم هما بيحتفلوا بالعضو الجديد واللي بتدعى فيلي. اوليفر بيعرفهم عليها وبيقول لهم فيلي وصلت للطابق ال100 في الدماس الغربي، وهتبقى اضافه قويه للفريق. بيبقوا عاملين وليمه كبيره، وديريك ونيري بيقولوا بقى اورون كان بيتحكم في كل الفلوس دي ومش راضي يدلعنا. في الوقت ده بتدخل عليهم لونا وبتبقى عرفت ان اورون مشارك مع عشيره السماء الفضيه في البعثه الجايه. بتقول لهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. اوليفر بيعرفها انهم طردوه قبل 3 ايام لانه بقى ضعيف جدا بالنسبه لهم. لونا بتتصدم وبتقول لهم ده غباء، من الواضح لاي حد ان اورون هو جوهر الفريق دوت، لولا ما كناش وصلنا لكل ده. ولكن طبعا كلهم شايفين انه ملوش لازمه وبيقولوا لها خلاص فات الاوان على الكلام ده. اوليفر بيعرفها على فيل المعززه الجديده وبيقول لها انها تشارك معاهم في الغاره الجايه. بيقول لها انهم هيبداوا من الطابق ال 92، ولو الموضوع مش كويس هنطلع للطابق ال 94. لونا بتعرض الخطه وبتقول لهم انتوا مجانين، حتى لو فيل معززه قويه فلازم اول نختبر تعاوننا في طابق ابسط من ده. انتوا ناسيين ان في تنين اسود هناك اخر مره فزنا عليه بعد معاناه. بيقولوا لها وقتها كان اورون هو اللي معانا، اما دلوقتي فالموضوع هيكون اسهل بكتير. بتفضل تقول لهم ان دي مخاطره وان التنين اقوى منهم بكتير، ولكن بيقولوا لها انهم مش هيقتلوه، حتى لو ده حصل هنهزمه بسهوله زي اخر مره. يا ولاد العبيطه، لسه هتعترض تاني، ولكن اوليفر بيقول لها ان ده قرارهم النهائي، مش مسموح لك ترفضي المره دي. نرجع بقى للحاضر والمفاجاه، العيال عماله بتعاند ضد وحش عدم من وحوش الطابق ومش قادرين حتى يهزموه. سيف اوليفر مش مؤثر فيه، ديريك مش قادر يصد الهجمات، والغريب ان المعدات والدروع اتقل من المعتاد. فيلي مش عارفه تتعود على اسلوبهم، واوليفر بيقول لو اورون كان هنا كان زمانه استوعب الكلام ده في اول ساعه. الوحش بقى بيهاجمهم، وديريك بدل ما بيصدها كان هيجيبها في نيري. الواد برضه مش فاهم ايه اللي بيحصل، المفروض انه متعود يصد هجمات اقوى من كده. نيري بتهاجمه بتعويذه نار، ولكن التعويذه مش بتزغزغه حتى. بتفضل ترمي اللوم على فيلي انها ما عززتهاش، ولكن المفاجاه ان فيلي اصلا معززاها. بتعززها تاني ونيري بتستخدم تعويذتها تاني وبرضه نفس النتيجه. ديريك مش قادر يتصدى لهجمات الوحش، ونيري بتحاول تلف من الجنب وتغفله ولكنها بتفشل. اوليفر بيبقى مصدوم، بيزعل لفيلي وبيقول لها انت بتهببي ايه؟ المفروض دورك كمعززه تتوقع هجمات وتحركات الوحش وبناء عليها تحط لنا خطه. بتقول له ده مستحيل عليا، اخر اعززكم بسحر الدعم، والوضع حرفيا خربان يا صديقي. لونا بتقول لهم انتوا لسه ما فهمتوش لحد دلوقتي، انتوا فعلا اغبياء. ولكن في الوقت ده بيسمعوا صوت مرعب وبيحصل اسوأ سيناريو ممكن يتخيلوه. التنين الاسود بيوصل على المكان والعيال بتترعب اول ما بتشوفه، بيدوس على الوحش اللي كان مبهدلهم بسهوله زي ما يكون حشره بالنسبه له. يا حلاوه. لونا بتقول لهم احنا لازم نهرب بسرعه، ولكن العيال بتنشف دماغها وبيقولوا لها احنا هزمنا مره قبل كده وهنعملها تاني. بيبداوا يتواجهوا معاه، ولكن التنين وبنفس واحد بيطير ديريك وبيفقدوا الوعي. فيلي بتبقى اتجمدت مكانها من شده الخوف ومش قادره حتى تتحرك. نيري بتجرب تهاجمه بتعويذه نار ولكن ولا الهوا.
بيرد لها الهجوم، ونير هي كمان بتتصاب وبتفقد الوعي. اوليفر بيفضل واقف في مكانه مش مستوعب اللي بيحصل. لونا بتفوقه وبتقول له احنا لازم ننسحب دلوقتي والا كلنا هنموت. في الوقت ده التنين بيبدا يجهز لاقوى هجماته. لونا بتطلب من اوليفر يحاول يكسب لهم شويه وقت عما تنسحب هي وباقي المصابين. وسريعا اوليفر بيفوق فيلي وبيطلب منها تعززه بسحرها. بيبدا يجمع المانا في سيفه وبيجهز هو كمان لاقوى هجماته، هجوم البطل اللي قضى على التنين الاسود في المره اللي فاتت. وفعلا بيطلق هجومه عليه، ولكن المفاجاه التنين حتى ما اتخدش. يا نهار ابيض، اوليفر بيفقد الامل وما عادش عارف ايه اللي المفروض يعملوه. لونا بتقول له كده ما فاضلش غير حل واحد، لازم نستخدم الانتقال الطارئ، وده عباره عن اداه سحريه بتفتح بوابه عشوائيه لطابق تاني داخل الدماس. عيبها انها تنقلهم لمنطقه زعيم عشوائيه بين الطوابق العاليه والمتوسطه، يعني بمجرد ما يعبروا البوابه هيقاتلوا زعيم طابق تاني. بس اكيد اي حاجه هتبقى ارحم من التنين المرعب ده. وفعلا اوليفر بياخد القرار وبيطلع الاداه وبيفتح البوابه، ولسه هيعدوا، ولكن في الوقت ده التنين بياخد باله وبيسد عليهم المهرب. لا، والمصيبه الاكبر انه بيعدي هو من البوابه وسط صدمه الكل. يا حلاوه، ايوه صديق التنين انتقل لطابق عشوائي من الطوابق الضعيفه. اوليفر والبقيه بيبقوا مصدومين. مين كان يتخيل ان زعيم طابق يقدر يعدي من البوابه كده؟ حرفيا كل اللي في الدماس بقوا معرضين للخطر. لونا بتقول لهم دي مصيبه، لازم نرجع النقابه بسرعه ونطلب منهم يخرجوا الكل بسحر الانتقال القسري، حتى لو ده معناه اننا هنتعرض لعقوبه. وفعلا اوليفر بيوافق وبيدي الاولويه للمغامرين. ولكن قبل ما يمشوا لونا بتبدا تعالج في كل من ديريك ونيري. بتقول لي اوليفر بعد ما النقابه تخرج المغامرين فاحنا اللي هنبقى مسؤولين عن قتال التنين الاسود والتخلص منه. من رايي اننا نستبدل اورون بفيلي، مع اني ما كنتش حابه انه يصلح غلطنا. اوليفر وديريك برضه بيبقوا رافضين انه يرجع، ولحد دلوقتي مش قادرين يفهموا السبب ورا ضعفهم المفاجئ. لونا اخيرا بتقرر تصارحهم وبتقول لهم انتوا زي ما انتوا، مفيش اي حاجه اتغيرت، هي دي قوتكم الحقيقيه من غير اورون. العيال طبعا مش مصدقه، بتبدا تشرح لهم وبتقول لهم ان قوه التعزيز بيحددها المعزز، اما مده استمراره فبتعتمد على الهدف. فيلي بتكمل كلامها وبتقول لها انها فعلا ما كانتش عارفه تتعامل معاهم بسبب ان اعضاء فرقه الابطال عندهم مقاومه عاليه للسحر، وده بيخلي التعزيز ما يدومش لمده طويله معاهم. خصوصا انت اوليفر التعزيز عندك ما بيدومش اكتر من دقيقه. اوليفر بيقول لها دي اول مره اسمع الكلام ده. لونا بتقول له اورون كان عارف ده وكان بيتعامل معاكم كلكم ببراعه، كان عارف عيوبه وعيوبكم، علشان كده ابتكر نوع جديد من السحر يعوض بيه عن ضعف الفريق. العيال بتبقى مصدومه، بقى فاشل زي اورون اخترع سحر جديد؟ وهم في الطريق لونا بتقول لهم واحده من التعويذات اللي اورون ابتكرها كانت بتزود القوه ل50 ضعف. العيال بتتصدم. فيلي بتقول لها مستحيل، حتى سيلما ما تقدرش تعزز اكتر من 10 اضعاف. بتقول لهم هي دي الحقيقه، سواء الوميض المقدس بتاعك يا اوليفر او سحر نير الناري، كلهم في الاصل كانوا بيعتمدوا على تعزيز اورون اللي ب50 ضعف، وده خلاكم تتغروا في نفسكم وتبطلوا تجتهدوا وتتدربوا زي الاول. حتى انت يا نيري في الفتره الاخيره كل تعويذاتك كانت من الرتبه المتوسطه، زمانك اصلا نسيتي ازاي تستخدمي السحر المتقدم. ومش بس كده، تعويذات اورون كمان كانت بتدعم المعدات والاسلحه، علشان كده ما كنتوش بتحسوا انها تقيله. العيال ما بتبقاش مصدقه، يعني كل ده كان بسبب اورون؟ بتقول لهم حاولت كتير افهمكم حقيقتكم بس خلاص فات الاوان. بيخرجوا من الدماس وهم بيجروا، والمبتدئين بيكونوا فاكرين انهم خلصوا المهمه في وقت قياسي. اللي ما يعرفوش ان فريق الابطال اللي قدامهم عمل كارثه وعرض كل اللي في الدماس للخطر. وعلى الناحيه التانيه اورون والبقيه ما بيبقوش دارين باللي حصل وبيستعدوا علشان يدخلوا على الدماس. اورون بيبقى حاسس بهاله رهيبه جايه من الدماس ولكن مش قادر يحدد مصدرها. وفي خلال ما هم بيتكلموا بتيجي سيره البرت وقد ايه كان شخص طيب ودايما بيتكلموا عن اهميه التعاون بين الفريق. والبرت ده صديقي يبقى نجم عشيره السماء الفضيه ومهاجم الفريق الاساسي، ولكنه مات قبل سنه في معركتهم ضد التنين الاسود في الطابق ال 92. كارولاين فجاه ملامحها بتتغير وبتقول لهم انه مات لانه كان بيحمي واحد من صحابه، كان بيحمي المدافع اللي كان مفروض هو اللي يحميه، علشان كده دايما لازم تبعد عنك الناس اللي انت بتحبهم، فبالطريقه دي لو انا قتلت لوحدي محدش من اللي انا بحبهم هيموت. اورون بيشوف نظرتها وبيقرر ما يتدخلش اكتر، بيقول لها تمام حس كده بقى، فاحنا بنعتمد عليكي في انك تحمينا. بيدخلوا بعدها على الدماس وسيلما بتقول له شكلهم كده حبوك. بتبقى سمعتهم هما بيتكلموا عن البرت وبتقول له انه بسبب خسارتهم ليه فرقه الابطال قدرت تسبقهم وبقت هي المتصدر في الدماس، ولحد دلوقتي فاحنا لسه مش قادرين نسد الفراغ اللي هو سابه. بتلمح له انه ينضم للفريق، ولكن اورون بيعمل نفسه عبيط وبيقول لها ما اظنش ان فريقكم محتاج لمعززين زياده، خصوصا وان معززه الفريق هي بالفعل اقوى معززه في المملكه، ولكنها بتقول له انها عايزاه ينضم ليهم بتخصصه الجديد وهو سياف. بتعرفه انها ترابه في معركتهم ضد الزعيم وتتاكد من قدراته. بيوصلوا على الطابق ال40 وبيقرروا يقسموا نفسهم لمجموعات ويتقابلوا في الطابق ال50. وهم في الطريق اورون بيقود الفريق وبيكلموا عن الطوابق العليا ومدى خطورتها. بيفضلوا يتمشوا في الطابق، والغريب انهم ما بيقابلوش ولا وحش في طريقهم. بيستغربوا، اورون بيراودوا نفس الاحساس اللي جاله قبل ما يخش على الدماس، بيحس ان زي ما تكون الوحوش خايفه من حاجه. بيظهر قدامهم واحد من الجوبلين وكارولاين كالعاده بتندفع وتروح تهاجمه. بيبقى فخ ليها، ولكن اورون بيستخدم سحره وبيضعف الوحش
وكارولاين بتخلص عليه. وعلى الناحيه التانيه فريق الابطال بيوصلوا على النقابه ولونا بتطلب تقابل الزعيم في اسرع وقت. بيشرحوا له الوضع فعلا والزعيم بيتصدم لما بيعرف. بيقول لهم التعويذه دي بتحتاج لكم هائل من المانا، اكيد انتوا جاهزين للعواقب. لونا بتقول له مفيش وقت للكلام ده، مش بعيد يكون في حد بيخاطر بحياته دلوقتي واحنا بنتكلم، لازم ننقذ الكل في اسرع وقت. وفي نفس الوقت اورون بيقرر يستغل الهدوء وبيعلمهم شويه مهارات. بيعلم كارولاين مهاره اسمها الدفاع النشط، وده عباره عن انك تتوقع هجوم الخصم وتحاول تمنع هجومه. لوجان بيطلب منه يعلمه هو كمان، واورون بينصحه انه يركز اول على التعويذات اللي هو بيستخدمها. بيوري له تعويذه الفخ اللي كان بيستخدمها طول الطريق، وبيقول له لو قدرت تقلل خطر الهجوم الخلفي فده هيخلي فريقك يركز اكتر على العدو اللي قدامه. كل ده جزء من عمل المعزز. لوجان بقى بيبقى اعجب باورون ومهاراته وبيقرر انه هيبقى زيه لما يكبر. نيجي بقى لصوفيا. اورون بيقول لها ان التعويذات القويه مش كفايه، لازم تتعلمي الانشاء المتوازي. وباختصار فالمهاره دي بتسمح لك تستخدمي اكتر من تعويذه في نفس الوقت. وفي بعض السحرة بيوصلوا لانهم يستخدموا 10 تعويذات في نفس الوقت. لو قدرت تتعلميها فده هيفرق معاكي في الطابق المتوسطه والعميقه. بتطلب منه يعلمها هو، واورون بيوعدها انه هيعمل كده بعدين. وعلى الناحيه الثانيه الزعيم بيعمل اجتماع وبيستدعي بقى قاده النقابه وبيبداوا في بناء التعويذه. ونظرا لانها بتحتاج لكم كبير من المانا فتنفيذها هيحتاج لشويه وقت. بيقولوا لهم ان فرقه الابطال هي اللي هتتحمل مسؤوليه اللي حصل، وبيطلبوا منهم يهزموا التنين الاسود. العيال بتبقى خايفه تقاتله، ولكن لونا بتقول لهم انهم هينطلقوا حالا. ولكن وقبل ما تمشي بتقول له انها عايزه منه طلب. وعند اورون بيوصلوا اخيرا على الطابق ال50 وبيدخلوا على اوضه الزعيم. سلمى بتطلب من كل المبتدئين يفضلوا في منطقه الامان، وهي وباقي المشرفين هيتكفلوا بالزعيم. اورون بيقول لهم دي فرصه حلوه علشان تشوفوا ازاي المحترفين بيقاتلوا. بيجتمع مع باقي الفريق وكل واحد بياخد موقعه. اورون بيستل سيفه وبينطلق على الزعيم وبيصيبه في رجله. بيتراجع لورا، ولكن اورون بيكون حاد في ظهره علشان يسد مهربه. سلمى هي كمان بتشغل 5 تعويذ مع بعض وبتدعم الفريق. الزعيم بيحاول يهاجمهم ولكن المدافع بيوقفه. بيقمعوا الزعيم بكل سهوله، وانسين بيديله رصاصه الرحمه وبيخلص عليه. لوجان والبقيه بينبهروا من اسلوب قتالهم. زعيم طابق ما خدش في ايديهم ثواني، هي دي الطريقه اللي بيقاتل بيها المحترفين، حرفيا ولا حركه ضاعت. وعلى الناحيه الثانيه فريق الابطال بيبقى في طريقه للدماس، وبنعرف ان لونا طلبت من الزعيم انه يخرج اول المغامرين اللي بين الطابق ال40 وال50، بما ان اورون هيبقى فيهم. اورون بقى وباقي البعثه بيوصلوا على اخر طابق، وسلمى بتقرر تسيبه له، بتقول له وريني حاجه من مهارتك. وفعلا اورون بيوافق وبينطلق على الوحش. بيطير عليه، وفي اخر لحظه بيستخدم تعويذه مفاجاه بتقسم الوحش بضربه واحده. الكل بيبقوا مصدومين، وبنعرف ان التعويذه دي بتدعى صدمه، تعويذه من تعويذاته الاصليه ابتكرها بالصدفه وبترفع قوه المستخدم ومعداته من الضعف لمده ثانيه. ايوه صديقي، يعني الثانيه دي ممكن تكون قاتله. سلمى بقى بتبقى في قمه السعاده لانها اخيرا لقت المهاجم اللي هيعوض الفريق. باقي فريقه بقى بيخلصوا على الوحش، وبكده يكونوا انتهوا من اخر طابق وحققوا هدف البعثه. سلمى بتشكرهم على مجهوداتهم، واورون بيحمد ربنا انها عدت على خير، او ده اللي كانوا فاكرينه. فجاه حاجز الطابق بيتكسر وبيظهر لهم الكابوس بتاعهم. التنين الاسود وصل. الجميع في حاله صدمه، كله بيبقى مرعوب. ده هو اللي قتل البرت السنه اللي فاتت. سلمى مش قادره تتحرك من الخوف. اورون بيحاول يفكر في اي حل، وبيلاقي ان بوابه الانتقال ورا التنين لسه شغاله. بيقول لو قدرنا نتخطاها ونوصل للبابا بسرعه فوقتها هنقدر نهرب. ولكن بيبص وراه وبيلاقي ان الكل اتجمد في مكانه وهو الوحيد اللي قادر يتحرك. كده استحاله يقدروا. في الوقت ده التنين بيبدا يجهز لهجومه، واورون بيخمن انه هيستهدف العدد الكبير. بيقول لو انا سبتهم هنا وهربت فكده انا هعيش وهم هيموتوا، بس ده احسن من اننا نموت كلنا. في اللحظه دي بيفتكر وعده ليهم وانه اقسم انه هيحميهم، وبيكنسل الفكره. بيقرر انه هيواجه التنين بنفسه ومش هيسمح لحد يموت هنا. بينادي باعلى صوته على سلمى وباقي المشرفين وبيقول لهم يكونوا درع ويحموا المبتدئين. بيكونوا درع فعلا، ولكن ما بيبقاش كفايه، فاورون بيستخدم الصدمه على اخر لحظه وبيقويه. بيتصدوا فعلا للهجوم بعجوبه، والعيال مش مدركه اللي حصل. اورون بقى بيبدا يتقاتل مع التنين وبيرمي له خنجر في عينه بيشتته، وبيستخدم تعوذه الصدمه ويوجه له ضربه. ولكن طبعا التنين مش هيتاثر بالكلام ده، هو ده المتوقع منه. اورون بيقول لهم يركزوا على حمايه المبتدئين وهو هيتعامل معاه. بيقول لهم انا عارف انكم خايفين، ولكن بوعدكم ان هحميكم مهما حصل. بيطلع سلسله كده من معاه بيلبسها، ومن هنا بيبدا القتال الحقيقي. بيبدا يجذب انتباه التنين ناحيته علشان يبعدهم عن الخطر. التنين بيهاجموا بالنيران، واورون بيفاجئه ويستعمل تعويذه مرايه بتعكس له الهجوم بتاعه. العيال متفاجئه، اول مره يشوفوا تعويذه زي دي، ودي واحده من التعويذات الاصليه اللي اورون ابتكرها. من اسمها فهي بتعكس اي هجوم وترجعه لصاحبه. التنين بيتصاب فعلا من النار بتاعته، ولكن برضه ما بتاثرش فيه. اورون وقتها بيقرر يعلى بالمستوى وبيستخدم التعزيز الشامل على نفسه. تعويذه متقدمه بترفع كل القدرات الجسديه والسحريه ل5 اضعاف. ولكن هل دي كل حاجه؟ بيفاجئهم اكتر وبيستخدم نفس التعويذه على نفسه من تاني. سلمى بتتصدم، بيستخدمها تالت ورابع لحد ما بيوصل للمره ال5. كده الواد قوته وصلت ل30
30 ضعف. كل المعززين اللي في البعثة بيبقوا مصدومين، مفيش حد يقدر يستخدم نفس التعزيز اكتر من مرة على نفسه. دي مش تعويذة سحر عادي، لا، التنين في الوقت ده بيهاجموا. اورون في لمح البصر بينتقل وراه، محدش لحق يشوفه. اورون حرفيا لا يقهر دلوقتي، ولكن الضغط على جسمه بيبقى رهيب نظرا لانه بيستخدم 30 تعويذة في نفس الوقت. بيقرر انه هنا الموضوع في اسرع وقت قبل ما جسمه ينهار. التنين بيهاجمه، اورون بيتفاداها وبيطير في الجو. التنين لسه يهاجمه وهو طاير، ولكن اورون بيعمل مهبط لنفسه وبيوقف عليه، ودي بقى هي قدرته الخاصة. في حالات نادرة بعض من البشر بيتم منحهم قدرات فريدة مختلفة عن السحر، وقدرة اورون هي تركيز السحر. ببساطة بيقدر يجمع السحر في نقطة واحدة ويجسده على هيئة جسم مادي زي ما شفنا. اوليفر هو كمان عنده نفس القدرة، ولكن مش بيستخدمها غير في الهجوم. اورون بيطير حوالين التنين بسرعة كبيرة، وبعدها بيعزز سيفه بتعويذة الصدمة بيوجه له ضربة. التنين فعلا بيتأثر المرة دي، ولكن في المقابل فاورون بدأ يتعب. بتكمل المعركة بينهم، وسلمى بتبقى نفسها تساعده، ولكن هتعمل ايه؟ حتى اقوى اعضاء السماء الفضية ما قدروش يعملوا له حاجة السنة اللي فاتت. التنين بقى بيقرر ياخد الموضوع بجدية، وبيبدأ يستخدم سحره الهجومي الضباب البنفسجي. هو ده نفس السحر اللي قضى بيه على المئات من المغامرين السنة اللي فاتت. بيهاجمهم بابل كير من الهجمات السحرية، اورون يا دوب بيتفاداها. وفي خلال الوقت ده بيبدأ يسترجع ذكرياته لما كان طفل صغير هو واوليفر، وكانوا عايشين بسلام في القرية. ولكن في يوم من الايام قطاع الطرق هجموا على القرية اثناء ما كانوا بيتدربوا وقتلوا كل اللي فيها. الاتنين وقتها بيفضلوا يبكوا بحرقة على موت اهلهم واصحابهم، وانهم ما يقدروش يعملوا اي حاجة. في اللحظة دي كل واحد اقسم انه هيبقى اقوى علشان الموضوع ما يتكررش من تاني. اخدوا واحدة على نفسهم انهم مش هيسمحوا بموت اي حد عزيز عليهم مرة تانية. نرجع بقى للحاضر، واورون بيبقى قدر يتفادى هجمات التنين. بيقول في نفسه من وقتها وانا اقسمت ان مفيش حد بحبه هيموت، واللي بيحصل دلوقتي ما يغيرش حاجة. كل اللي عليا ان اهزم التنين ده، والكل هيبقوا في امان. كل اللي محتاجه ان اتخلص من التهديد ده مش اكتر. بيحلل قدراته وبيفتكر انه في اخر مرة هزموا التنين كان بيستخدم انواع اكتر من السحر، يعني معنى كده انه لسه ما استخدمش كل قدراته. التنين بينفذ هجومه من تاني، اورون بيتفاداهم ويهاجموا بسحر النار. بيحاول يسدد له ضربه، ولكن ما بيقدرش يخترق درعه المره دي. في الوقت ده التنين بيبدا يزود من سرعه وقوه هجماته، واورون بيعمل حائط ويتصدى فيهم. المعركه بينهم بتبدا تزداد شراسه، والكل بيشاهد ومصدوم من قوه اورون. ده مش قتال بشري عادي، لا، ولكن سلمى بتلاحظ ان لو استمر الوضع على كده فاورون هو اللي هيوصل لحدوده الاول. اورون بيبقى عمال يقاتله وبيقول ان الموضوع طلع صعب. في المره اللي فاتت ديريك ولونا هم اللي تصدوا لهجمات التنين. نيلي قايدته بسحرها، واوليفر بسلاحه السري الوميض المقدس خلص عليه. بيفتكر اللي هم عملوه معاه وبيرفض الاستسلام. بيقول حتى لو هضطر اقوم بكل ادوارهم لوحدي فانا هعملها، مهما حصل فانا هحمل كل. بينطلق على التنين وبيبدا يهاجمه بمهارات الدفاع النشط كانه مدافع. بيوجه له ضربات في كل انحاء جسمه، هي دي المهاره اللي علمها الكارولاين. بيستخدم تعويذه نار الناريه وبيفعل 20 واحده في نفس الوقت. هو ده الانشاء المتوازن اللي علمه لصوفيا. العيال بتبقى مصدومه، من كان يتوقع انه يقدر يستخدم كل العدد ده في نفس الوقت، ولكن برضه كل ده مش كفايه. اورون بيفعل تعويذه فخ، وفي الوقت ده 20 تعويذه بيشتغلوا من تاني وبيفضلوا يهاجموه. وده صديقي تعويذه فخ اورون ابتكرها، وبتعتمد في الاساس على قدرته في تركيز السحر. بتمتص الطاقه السحريه الموجوده في المكان وترجع له نفس الهجوم بقوه وشده اعلى. يعني طول ما في سحر في المكان التعويذه هتفضل تتعاد لما لا نهايه. حرفيا فخ ابدي ما بينتهيش. التنين بيفضل يتهاجم من كل ناحيه بدون توقف. الكل بيبقى عمال يشاهد وبيتعلموا من اسلوب قتال اورون. التنين في الوقت ده بيتعصب جامد وبيكسر التعويذه. بيقرر اخيرا ينهي الموضوع وبيبدا يجهز في اقوى هجماته. اورون بدوره بيعمل نفس الحاجه وبيبدا يجمع المانا بسيفه. هو ده الوميض المقدس. اي نعم لونه مش دهبي زي اوليفر، ولكن هيافي بالغرض. في اللحظه دي اورون بيدرك اخيرا ايه نوع المغامر اللي هو عايز يكونه. سياف يقدر يقوم بدور كل عضو في فريق الابطال لوحده. هو ده هدفه الجاي. بيستخدم عليه الوميض المقدس، وفي اخر لحظه بيعززه بالصدمه. المكان بينفجر من قوه الهجوم. اورون حرفيا عدى العظمه بشويتين ثلاثه، ولكن للاسف التنين بيبقى ضحى بديله وقدر ينجو من الهجوم. يا حلاوه، حتى ده ما اثرش فيه. بتكمل المعركه بينهم، وفي وسط كل ده تعزيز اورون الشامل بينتهي. سلمى بتحاول تساعده، ولكن اورون بيزعق لها وبيقول لها انه مش محتاج لتعزيزها، ركز انت على حمايه المبتدئين. بيعزز نفسه 5 مرات من تاني وبيكمل قتال. بيستخدم تعويذه برق هائله ويتبعها بالصدمه ويكهرب امه. بيقدر فعلا يسقطه على الارض، ولكن برضه لسه ما ماتش. اورون خلاص وصل لحدوده وما عادش عارف يعمل معاها ايه. سيفه هو كمان بيتكسر، ولكن على الجانب التاني التنين برضه هو كمان قرب يوصل لحدوده. هي دي اخر حركه. اورون في اللحظه دي بيقرر يستخدم اقوى تعويذاته، تعويذه الدمار. بيجمع كل المنى اللي في المكان والضغط بيعم الموجودين، ومن نص التعويذه بيظهر سيف اسود، سيف الدمار. حتى من غير الصدمه فقوته بتفوق تعويذ الرتبه الخاصه. هي دي اقوى تقنياته. بيستل وبينطلق على التنين وبيكون مرايات عاكسه في كل حته. بيبدا يتحرك فيها بسرعه رهيبه، والتنين مش لاحق حتى يشوفه. بيندفع عليه باقصى سرعه، وكمان بيزود من وزنه بتعويذه. وفي اخر لحظه بيستخدم الصدمه وبيوجه له الهجوم
النهائي المكان كله بينفجر من قوة الهجوم ومحدش عارف النتيجة، ولكن ومع اختفاء الدخان في النهاية ما بيتبقاش غير اورون اللي واقف. ايوه صديقي اورون هو المنتصر، قدر ينقذ الكل. بيطلعوا كلهم يجروا عليه ومحدش مصدق ان اورون هزم التنين الاسود لوحده. وفي نفس الوقت فرقة الابطال بتوصل اخيرا على الدماس وبيلاقوا اغلب المغامرين اتنقلوا لبره. بيتصدموا ان التنين الاسود ميت ولونا بتلاقي اورون مصاب ولازم يتعالج حالا، ولكن اورون بيرفض وبيقول لها يهتم هم بالباقي وبيمشي. لونا بتبص على باقي المغامرين وبتلاقي الكل سليم عدا اورون الوحيد اللي متصاب. بتفهم وقتها ان اورون قتل التنين لوحده وهو اللي هزمه. ديريك ما بيبقاش مصدق الموضوع، بيقول له بقى فاشل زيك هزم التنين، ولكن اورون بيتجاهله وبيكمل مشي. لونا بتسكته وبتقول لهم لحد امتى ترفضوا تعترفوا بضعفكم. ديريك بقى بيجيب اخره من كلامها وبيحاول يهاجمها، ولكن لونا بتعوزها واحده بتقيد حركته. يا بنت اللعيبه. اورون بيتجاهل كل ده وبياخد بعضه وبيرجع على البيت. وبكده صديقي تكون انتهت البعثه التدريبيه بدون اي اصابات. بيرجعوا كلهم على بيوتهم وصوفيا بتكتب تقرير عن البعثه بتتكلم فيه عن اورون وقوته وقد ايه علمها حاجات كتيره واداها الشجاعه تتخطى مخاوفها. ده غير كمان انه هزم التنين الاسود وانقذ حياتهم. سلمى بقى على عكسها بتبقى اكتئبت بعد ما شافت قتال اورون مع التنين، خصوصا بعد ما قال لها انه مش محتاج لدعمها. وفي اليوم اللي بعده اورون بيبقى نايم في السرير من شده الاصابات وجسمه كله بيوجعه. وبعد شويه سلمى بتروح تقابله وبتساله عن صحته النهارده. بتشكره لانه انقذهم وبتقول له بسببك قدرنا ننهي البعثه من غير اي خسائر، مهما شكرتك مش هديك حقك. بتقول له كمان ان القائد عايز يقابله. اورون بيقول لها ما عنديش مشكله انا فاضي النهارده. بيروح يقابله فعلا والقائد بيفاجئه وبيعرض عليه ينضم لعشيره السماء الفضيه ويبقى المهاجم الاساسي للفريق الاول، اقوى فريق في العشيره كلها. ومش بس كده، بيقول له كمان انه هيرشحه لمنصب ملازم العشيره. اورون بيتفاجئ من كل ده وبيقول له بس انا لسه صغير على المنصب ده. فينيس بيقول له انت بتمتلك الخبره والقوه الكافيه، ده غير انك مثقف وكمان مجتهد، عندك كل المقومات اللي تؤهلك للمنصب. سيلنا هي كمان بتدعم كلامه واورون بيبقى محتار. في الطبيعي في عرض زي ده مش ممكن يترفض، ولكن في النهايه بيعتذر منهم وبيطلب منهم يدوله شويه وقت علشان يفكر. بيشكرهم على تفاهمهم وقبل ما يمشي في ناس بيعرفوا ان نقابه المغامرين عايزه تقابله علشان حادثه التنين. بيخرج بعدها من العشيره وبيبقى عمال يفكر في العرض ومش مستوعب ان عشيره السماء الفضيه عايزه تضمه ليها. فعلا يا صديقي الكل مجتهد نصيب، فمهما تعرضت من ظلم اتاكد ان مجهودك هيتكافئ في الاخر. ولكن اخونا اورون بيبقى خايف ينضم لاي فريق تاني بعد اللي حصل معاه. بيروح بعدها على نقابه المغامرين والشله كلها بتبقى هناك. بيحكي لهم كل اللي حصل وانه هزم التنين لوحده، ولكن ديريك ونيري بيقولوا ان ده مستحيل وان هم اللي اضعفوا التنين وهو وجه له الضربه الاخيره مش اكتر. يا ولاد الخنزيره. ولكن اورون بيقول لهم اخرسوا وبيطلب من زعيم النقابه يسمح له يحقق معاهم. بيدي الاذن. اورون بيقول لاوليفر ايه اللي خلاك تروح على الطابق ال 92 وانت معاك معززه جديده؟ يا ما حذرتكم ان التقدم اكتر بمستواكم الحالي هيكون خطر جدا. اوليفر بيقول له علشان كده جبنا معزز جديد، فمع معزز اقوى منك فكرت اننا هنقدر نتقدم من غير مشاكل. اورون بيقول له انت ما عندكش اي فكره عن اهميه المعززين. اوليفر بيقول له بالعكس انا اكتر واحد عارف قيمتهم، عشان كده بدلتك بواحد تاني. بيقول له يبقى ليه بدات من طابق عالي؟ انت عارف مدى التركيز اللي بيحتاجه المعزز؟ بيقول له هو المعزز بيعمل ايه يعني؟ كل اللي عليه انه يستخبى في مكان امن ويجدد التعويذه كل ما تخلص. ايه الصعب في كده؟ اورون وقتها بيتعصب من كلامه وبيقول له انت فعلا مش فاهم اي حاجه. بيقول له انت 61 ثانيه، نيلي 134 ثانيه، ديريك 186 ثانيه. المعزز مطلوب منه يحسب كل الارقام دي ويجدد التعزيز وفي نفس الوقت يحلل المعركه ويدي التعليمات لباقي الفريق. قول لي يا اوليفر ايه اللي انت شايفه سهل بالظبط في كل ده؟ وعلى الناحيه الثانيه لوجان والبقيه بيبقوا عمالين يدوروا على اورون عشان يطلبوا منه ينضم للعشيره. سيلنا بتبقى قاعده لوحدها بتفكر وبتقول ان اورون دلوقتي بقى اقوى منهم بكتير، إيه اللي يخليه يوافق ينضم ليهم؟ بتلاقي الثلاثي داخلين عليها وبيسالوها عن مكانه. بتعرف منهم انهم ناويين يقولوا له ينضم للعشيره. بيقولوا لا احنا عارفين انه اقوى مننا، بس ايه المشكله؟ حتى لو احنا اضعف منه دلوقتي فمع الوقت هنبقى اقوى ونقدر نجاريه. سلمى بتتفاجئ من كلامهم، هو ده اللي هي كانت محتاجه تسمعه. حتى لو هو مش محتاج دعمها دلوقتي فهي تقدر تتطور وتبقى اقوى منه كمان. بتقول لهم انه في النقابه والعيال بتاخد بعضها وبتنطلق على المكان. اورون بيبقى خلص اجتماعه وبنعرف انهم دلوقتي هيناقشوا العقوبه اللي هتاخدها فرقه الابطال. بيلمح الثلاثه جايين يجروا عليه وما اعرفش ليه، ولكن سريعا بيروح يستخبى منهم. بيستخدم قدرته في تركيز السحر وبيطلع على الحاجات دي وبيستخبى فوق السطح. بيقدر فعلا يخلع منهم. وعلى الغروب بيروح لمحل جده وجده بيساله انت ليه بتهرب منهم؟ بيقول له انا قررت ان مش هنضم لاي فرقه تاني، ولكن لو قلت لهم كده فهم هيزعلوا. جده بيضحك وبيقول له باين عليك كده حبيتهم، انا عارف انك بتدور على مكان تنتمي ليه، ولكن ما اعتقدش انك مضطر تبقى وحيد، ممكن تلاقي مكانك مع ناس تانية. اورون بيروح يتمشى شويه وفي الوقت ده صوفيا بتيجي من وراه بتقول له ان المكان ده يبقى مكانها المفضل، فهو قريب من العشيره ومنظر القمر منه بيبقى جميل.
بيقعدوا يتكلموا وصوفيا بتقول له ان القمر ليه اسم تاني هو مرشد الليل. عشيرة السماء الفضية بتطمح انها تكون المرشد بالنسبة للمغامرين، ومن هنا اجى اصل الاسم بتاعنا. اورون بيفكر في كلامها وبيبقى حاسس انه سمع الكلام ده من حد قبل كده. بيسألها عن معنى العشيرة بالنسبة لها وصوفيا بتفكر وبتقول له تقدر تقول كده انه بمثابة بيتي، بمعنى ادق هو ده المكان اللي انا بنتمي ليه. اورون بيسمع الكلام ده من هنا وبيعرف اخيرا ايه اللي هو عايز يعمله. وفي اليوم اللي بعده بيروح يقابل فينيس وبيقول له انه موافق ينضم لعشيرة السماء الفضية. سيلما بتجيب له لبس العشيرة وبيبقى اخر شياكة عليه. ايوه صديقي، من هنا ورايح اورون العضو السابق في فرقة الابطال رسميا هو المهاجم الاساسي لعشيرة السماء الفضية. نسيبنا بقى من كل ده دلوقتي وبنرجع حبة للماضي. بنشوف فلاش باك من اوليفر واورون وهما بيتدربوا بالسيف واوليفر هو اللي بيفوز. بيبقى في مجموعة غريبة بتراقبهم وبيقولوا يبدو كده ان الشخص الموهوب هو اوليفر، بس على الاقل ممكن نخلي الواد التاني يبقى درع ليه. اوليفر بيبقى متعصب وبيقول له انت بتعمل ايه؟ انا عارف كويس انك اقوى من كده بكتير، ليه بتتعمد الخسارة؟ اورون بيقول له انت بتبالغ، يمكن انا كنت اقوى زمان ولكن دلوقتي انت بقيت اقوى مني. اوليفر بيرفض يصدق كلامه وبيقول له كلها مسألة وقت وهخليك تقاتلني بجدية، وبياخد بعضه وبيروح معاهم. وبعد ما بيمشي اورون بيقول في نفسه ما اقدرش اقاتلك بجدية، فانا مش عايز اقتلك. بتجيله بنت كده بشعر ابيض وبتدعى شيوم، بتبقى شافته. اورون بيقول لها ايه رايك فيا وانا بخسر؟ بتقول له بالعكس كنت جامد، وبعدين انا عارفه قوتك الحقيقيه. بيقول لها انا ضعيف، ما قدرتش استحمل نظرات الناس ليا واني اكون الامل بتاعهم بسببي، فاوليفر بقى هو اللي شايل العبء ده لوحده، علشان كده انا عايز اساعده. شيوم بتتاثر وبتقول له انها هتتدرب وهتبقى قويه كفايه علشان تقدر تسانده. في النهايه احنا الاتنين هدفنا زي بعض. بتوعده انها مش هتسيبه ابدا ومهما حصل هتفضل تدور عليه. بتقوم بعدها وبتقول له انها هتبذل كل اللي في وسعها علشان تلحقه، علشان كده عايزاك تبقى المرشد بتاعي. ويبدو كده يا صديقي ان الموضوع اكبر من اللي احنا متخيلينه. وعلى الناحيه الثانيه زعيم نقابه المغامرين بيقابل رئيس الكنيسه وبيقول له ان قبل 3 ايام في مغامر قدر يتغلب على التنين الاسود لوحده. التاني بيتفاجئ وبيقول له اخيرا كده غزو التماس الجنوبي هيستكمل قريب، اكيد اوليفر هو اللي عملها. ولكن زعيم النقابه بيقول له انه مش اوليفر. التاني بيستغرب وبيقول من غيره. بيساله اذا كان اورون والزعيم بيستغرب انه عارفه. بياكد له المعلومه والتاني بيتصدم. بيقول ايه اللي بيحصل؟ بيساله لو اورون كان بيتصرف بغرابه مؤخرا، ولكن الزعيم بينفي الموضوع. بيقول في نفسه معنى كده انه مرجعش لحالته الاصليه، معنى كده انه اكتسب قوه بطريقه تانية كافيه لانها تخليه يهزم التنين. بيمر يحط اورون تحت المراقبه ويعرف له في حاجه جديده حصلت. وفي الشرق بنشوف 5 اشخاص هم بيخلصوا على 5 فرق من المغامرين بكل سهوله، والمفاجاه قائدتهم بتبقى نفس البنت ام شعر ابيض شيون. بتقول لهم كده نبقى ضمننا ان مفيش مغامرين اقوياء هيظهروا في الدماس. بتلاحظ ان في حد موجود في المكان وبتقول له يظهر نفسه. بيطلع مبعوث من المقر الرئيسي وبيقول لها ان في اوامر جديده جات لهم. في شخص ظهر في الدماس الجنوبي قوي كفايه انه يقدر يهزم التنين الاسود لوحده. الاوامر كالاتي: اتواصلوا مع قاتل التنين ده ولو قررتوا ان عدو لينا خلصوا عليه. المقر بيقول انه بالفعل انضم لصف الكنيسه. شيون بتتفاجئ ان في حد بالقوه دي موجود في الجنوب، وبتخمن بسبب قله المعلومات ان اكيد الشخص ده مش اوليفر. بتقول له تمام، والمبعوث بعدها بياخد بعضه وبيختفي. بتقول لهم زي ما سمعتوا وجهتنا الجايه هتبقى الدماس الجنوبي، جهزوا نفسكم. بيبقوا متحمسين يعرفوا قوه الشخص ده وبيتمنوا انه ما يكونش انضم للكنيسه علشان ما يضطروش يقتلوه. شيون ما بتبقاش عايزه تروح للمكان ده تاني، ولكن لو الموضوع فعلا طلع صح فكده كلها مساله وقت والجنوب هو كمان هيسقط. بتفتكر اورون وبتقول انا اقسمت انها هكمل وصيته بعد موته. بتبقى فاكره ان اورون مات بعد ما جات لها رساله صادمه مكتوب فيها خبر موته. بتاخد عهد على نفسها انها هتكمل وصيته وهتنتقم من كل قاده الكنيسه اللي تسببوا في موته. وعند اورون بيعملوا اجتماع علشان يناقشوا خبر تعيينه في منصب ملازم في العشيره. فينيس بيقول لهم دلوقتي هنبدا التصويت، زي ما انتوا عارفين فلازم تلتين العدد يوافقوا علشان نعتمد القرار. لسه هيبداوا تصويت، ولكن واحد منهم بيقول انه عنده سؤال. بيرحب باورون وبيساله اذا كان مستعد يفدي العشيره بروحه. لو انت بقيت ملازم فقراراتك هتغير حياه كتير من افرادنا، لازم تبقى مستعد تضحي بكل حاجه علشان العشيره. هل انت جاهز لده؟ ولكن اورون بيفاجئهم وبيقول له انه ما عندوش اي نيه يضحي بحياته علشان العشيره. الباقيين بيتصدموا، امال انت جاي تعمل ايه هنا؟ بيقول لهم علشان احمي كل اللي انا بحبهم. انا مش ناوي اضحي بحياتي علشان العشيره، بس بصفه عضو معاكم فانا هبذل قصارى جهدي علشان احمي صحابي. مهما كان الخطر فانا هبقى اقوى منه واحميهم، حتى لو كان الثمن لده هو حياتي. هو ده الجواب بتاعي. وفعلا اجابته بترضيهم وبيبدا التصويت. بيخلص الاجتماع على خير، وسلمى كانت قلقانه لا يعك الدنيا. بتاخده علشان تعرفوا على باقي الفرقه، والعيال بيبقوا مرحبين بيه وفرحانين بانضمامه. بيبداوا يعرفوا على نفسهم. ام شعر اسود بتدعى رنة وهي ساحره الفريق، او مش باين عليها ولكنها اكبر واحده فيهم. الثانيه ام شعر اصفر هي معالجه الفريق وبتدعى لوكري. ابو شعر ابيض بقى بيدعى ويل مدافع الفريق، وهو اللي كان بيقوم بدور البرت طول السنه اللي فاتت. واخيرا سلمى كلوديل قائده الفريق والمعززه بتاعتهم. هم دول هيكونوا اصحاب اورون الجداد. اورون هو كمان بيعرفهم على نفسه، والعيال اول حاجه بيسالوها هو ازاي قدر يهزم التنين لوحده. بيحكي لهم فعلا وبيقول لهم ان العامل الرئيسي كان بسبب
بسبب تعويذتين اتنين. الاولى هي الصدمه اللي بتزود القوه 100 ضعف لمده ثانيه، والتانيه هي التعزيز الشامل ولكنه عدلها بحيث يقدر يستخدمها اكتر من مره ورا بعض. عيبها انه ما يقدرش يستخدمها غير على نفسه بس. العيال بتبقى متفاجئه من قوه تعويذاته. الصدمه لوحدها ميزه كبيره. بيقولوا له بس بتعويذتك دي فليه ما جربتش تبقى ساحر؟ بيقول لهم جربت ولكن لسبب ما اعرفوش فانا ما بعرفش استخدم غير التعويذات متوسطه المستوى، ولكن ما تقلقوش انا متاكد ان هيبقى مفيد ليكم. سلمى بتبقى مستغربه. المفروض ان عندك معرفه كافيه عن السحر لدرجه انك بتبتكر التعويذات بتاعتك، ولكن على الرغم من كده ما بتقدرش تستخدم التعويذات عاليه المستوى. بيعرفهم كمان انه عنده قدره فريده، واللي بيقول له كده بقى في 3 في الفرقه عندهم قدرات فريده، بس يستحسن تشوفها بنفسك بكره في الدماس. اورون بيفتكر وقتها ان سيفه كان اتكسر اثناء معركته مع التنين وحاليا معهوش اي سلاح. بيعرفوا منه انه بيشتري السيف بتاعه من السوق، وبيتصدموا انه ما عندوش سيف مصنوع خصيصا ليه. بيقولوا له انت بقيت نجم الفريق، ما ينفعش الناس تشوفك بتستعمل سيف عادي. بياخدوا على حداد العشيره، وهو كمان بيتصدم ان اورون بيستعمل سيف من السوق. بيوعدوا انه يصنع له سيف مفيش زيه في الوجود، ولكن بيقول له في مشكله، علشان نصنع لك سيف قوي فلازم المواد تبقى جايه من طوابق عاليه، وانا كل المواد اللي عندي خلصت. اورون وقتها بيطلع لهم مجموعه كبيره من المواد، وبيقول لهم انه كان بيجمعهم لما كان في فرقه الابطال، ولكن ما كانش بيحتاجهم لانه كان معزز. بتبقى حاجات كتير نادره ومن ضمنهم حرشفه التنين الاسود اللي هو هزمه. العيال اول ما بيشوفوها بيتجمدوا. اورون بيفتكر ان التنين ده قتل صاحبهم قبل سنه، اكيد هيبقوا كارهين اي حاجه تخصه. اورون جرح مشاعرهم من غير ما يقصد. لسه هيعتذر ولكن رنة بتتظاهر ان مفيش حاجه، وبتقول له ان بالحرشفه دي هيقدروا يصنعوا له سيف قوي. الباقي هما كمان بيبتسموا له وبيقولوا له انهم متحمسين يشوفوا السيف اللي هيطلع منها. وفي اليوم اللي بعده بيقرروا انهم هيدخلوا على الدماس للتدريب. سلمى بتبدا تشرح لهم خطه اليوم، واورون بيقرر في نفسه انه هيحاول يوصلهم للطابق ال 94 علشان يتعادلوا مع فرقه الابطال. بيدخلوا على الدماس وبيبداوا من الطابق ال 86. مهمتهم بتبقى تجميع جلود الاغنام وفي نفس الوقت يختبروا عملهم الجماعي مع اورون. التعليمات بتبقى كالاتي، واللي هيجذب انتباه الوحوش رن هتهاجمهم بالسحر من ورا، اما لوكري فهتساعد في الهجوم وتجهز سحر العلاج، اما انت يا اورون فتقدر تقاتل لوحدك لو ده كان اسهل بالنسبه لك. ولكنه بيقول لها انه جزء من الفريق وهيقاتل معاهم. وفي خلال ما بيتكلموا فجاه بتترمي عليهم كره نار، واورون بيتفاداها وبيحميهم بحائط دفاعي. بيقول لهم ده هجوم تنين الارض. ما بيبقوش عارفين مكانه، لوكري بتقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا. ودي بقى هي قدرتها الفريده، بتقدر تتعقب اثار السحر وتحدد موقع العدو باستخدام قدرتها. بتقدر تلاقي فعلا وبتظهره بسحرها. بيجي دور ويل والواد بياخد رمحه وبينطلق عليه، بيتصدى لكل هجماته، وفي نفس الوقت رن بتبقى جهزت تعويذتها وبتفجره في مكانه. هم دول اعضاء الفريق الاول، عملهم الجماعي في حته تانيه. بيظهر قدامهم 2 تانيين، وسلمى بتطلب من اورون ويل يتكفلوا بيهم. بينطلقوا عليهم هما الاثنين، ولكن في خلال كده اورون بيحس بحاجه وراهم وبيهاجمها بسحره. بيطلع فعلا كان في سلحفاه مستخبيه وراهم ومحدش شافها. لوكري ورن بيروحوا يتكفلوا بيها، وسلمى بتقول لهم يركزوا هم على اللي قدامهم. اورون بيبقى معجب بسرعه قراراتها ومهاراتها في القياده، واللي بيبدا يتصدى للهجمات. وفي الوقت ده فجاه اورون بيسمع صوت سلمى في ودنه وبتقول له يلتف من يمينه. ودي بقى هي قدره سلمى، التخاطر. بتقدر تتواصل مع اعضاء الفرقه عن بعد. اورون بينبهر من قدرتها. قدره زي دي هتبقى مفيده جدا في معاركهم قدام. بيروح ياخد موقعه، وفي خلال كده واللي بيشتت انتباههم بيسحبوا من ناحيته. اورون بينتهي من تعزيز نفسه واسلحته. سلمى بتديله الاشاره، واورون بيستخدم الصدمه وبيقسمهم هما الاثنين لنصين. وفي نفس اللحظه لوكري ورن بينفذوا تعويذه هجوم مشتركه وبيخلصوا عليها. العمل الجماعي ماشي على اكمل وجه. بيكملوا طريقهم، واورون بيبقى مبسوط من جواه لانه انضم ليهم. من زمان وهو كان قرب ينسى احساس الفريق. وفي خلال كده سلمى بتساله اذا كان شايف انهم حاليا جاهزين للطابق ال 92. اورون بيقول لها ايوه، وبيقول لها انه شايف كمان ان بقوتهم الحاليه هيقدروا يهزموا التنين الاسود من غير مساعدته. العيال وقتها بتتاثر، فمن ساعه ما خسروا البرت وهم فضلوا يتدربوا طول المده دي، واخيرا مجهودهم ده هيتكافئ. بيخلصوا المهمه، وفي نهايه اليوم بيعملوا حفله بسيطه علشان يحتفلوا بانضمام اورون للفريق. بيفضلوا يشربوا، وفي خلال كده كل واحد فيهم بيبدا يفضفض في اللي في قلبه. وبيتضح ان كلهم كانوا قلقانين انهم ما يعرفوش يتعاملوا مع اورون او انه يتكبر عليهم، ولكن الحمد لله دلوقتي التوتر كله راح. سلمى بقى بتفضل تشرب لحد ما بتبدا تهيس وبيغمى عليها. الوقت بيبقى اتاخر، فاورون بيشيلها وبيوديها لعند صوفيا، واللي بتعرف ان اكيد اختها كانت مبسوطه علشان تشرب بالشكل ده. بيرجع بعدها على بيته ويفتكر وقتها كلام جده، هو بيقول له ان اي قرار في الحياه لازم هيجي معاه شويه ندم. ولكن تفتكر ان الهدوء ده هيطول كتير يا صديقي؟ طبعا استحاله، كل ده مجرد تسخين للي جاي. فيا ترى ايه اللي مستني بطلنا اورون؟ ليه الكنيسه بتدور وراه؟ وايه سر الماضي الغريب اللي شفناه؟ ويا ترى ايه هيكون رد فعل شيون لما تعرف انه لسه عايش؟ او كل ده واكتر هنعرفه في الجزء الجاي من حكايه اورون. ولحد هنا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا. فكالعاده لو استمتعت بالحكايه فاكتب لنا في الكومنتات علشان ننزل لكم الجزء الثاني في اسرع وقت. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وبس كده، سلام.